هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع إشراقة شمس كل سبت ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية، بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. حصاد الأسبوع من إذاعة صوت الوفاق الإريتري. مستمع إذاعة الوفاق في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. فيما يلي يقدم لكم حصاد الأسبوع وإليكم العناوين. جولات في عدة مدن عالمية يقوم بها الهجدف بخصوص بادمي. أعضاء البرلمان الصومالي يقومون برفع دعوى ضد الرئيس. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. تقوم زمرة من الهجدف حاليا بجولات في مختلف المدن العالمية في محاولة بائسة من كوادرهم للرد وتوضيح مسألة بادمي العالقة ونصوص اتفاقيات السلام المبرمة مع إثيوبيا. ومن أهم التساؤلات والاستفسارات هي أين وصلت قضية ترسيم وتطبيق الحدود مع إثيوبيا؟ ولماذا أصبحت مسألة الحدود تتلاشى وتبهت يوما بعد يوم؟ وفي مسعى منهم كعادتهم لتضليل الشعب يحاولون الالتفاف على هذا السؤال الشرعي بقولهم الأوضاع داخل إثيوبيا غير مستقرة، فأولا على الأوضاع أن تهدأ هناك، ومن ثم البدء والانتهاء في تنفيذ ترسيم الحدود. ثم يتحججون بأن مسألة ترسيم الحدود أمر مفروغ منه، حيث أنه مدون في الأوراق الرسمية، والمشكلة ليست في قرار الترسيم إنما في التطبيق للأحكام الصادرة. وبهذه المناسبة وفي اجتماعاتهم القادمة سيظهر جليا للجميع بأن هجدف جماعة مصلحية قلة لا تريد تسليم السلطة للشعب المطالب بالسلام والعدل للجميع. صرح السيد عبد الكريم عبدي عن رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فورماجو يوم الأحد الماضي إلى وكالة رويترز. المعلومات الصادرة من رويترز لم تبين سبب الدعوى المقدمة ضد رئيس الدولة، وبناء على قانون الدولة الصومالية فإن تقديم الدعوى القضائية رسميا يحتاج موافقة وإمضاء 92 شخصا من أعضاء البرلمان للمصادقة عليه، ومن المحتمل أن يناقش المجلس هذه الدعوى بعد أسبوع. ويرجع سبب رفع الدعوى أن الرئيس الصومالي خالف قانون الدولة لأنه وقع اتفاقيات سرية مع قيادات إثيوبية وإريترية دون الرجوع إلى المجلس كما ينص القانون الصومالي. مستمعينا، كان هذا حصاد الأسبوع من إذاعتكم صوت الوفاق الإريتري. إلى اللقاء. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. أغلى ما أملك يا قلبي مهرا لعيون الحرية، أغلى ما أملك يا قلبي مهرا لعيون الحرية، لبلادي في درب الأحرار تدك جدار الفاشية، ما عاد كفاحك يا وطني يا وطني صفحات نضال مطوية، ما عاد كفاحك يا وطني يا وطني صفحات نضال مطوية. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. أبطالك في ساحات البذل عواصف نار الرعدية، أبطالك في ساحات البذل عواصف نار الرعدية، وارفع راياتك يا شعبي في المرتفعات الصخرية، وارفع راياتك يا شعبي في المرتفعات الصخرية، في حقل الحنطة مخضرا وعلى الأحراش الغابية، وعلى الأحراش الغابية. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. في ساوى حيث الأرض هناك قلاع نضال
الأرض هناك قلاع نضال خلفية، في بركة وفي وديان القاش وفي الطرقات الرملية، في بركة وفي وديان القاش وفي الطرقات الرملية، في البحر الأحمر مرهوبا فوق الأمواج الفضية، في البحر الأحمر مرهوبا فوق الأمواج الفضية، في كل بقاعك يا وطن يا وطني يتردد لحن الحرية، يتردد لحن الحرية. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. من أجل العزة يا شعبي قلدوا الأبطال إريتريا، من أجل العزة يا شعبي قلدوا الأبطال إريتريا، في أرضك ما عاشت أبدا أمواج الغزو الوحشية، في أرضك ما عاشت أبدا 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 أفواج الغزو الوحشية، فهشيم الباطل لن يبقى تذروه رياح ثورية، تذروه رياح ثورية. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. التطبيل والتجميل للمآسي لا يقود للسلامة بل هو درب الهلاك. نحن نواجه أحوالا غير طبيعية وظروفا لا مثيل لها، وأصبحنا نفكر بطريقة عكسية لا منطقية. المجتمع العالمي يتحسر لوضعنا وأحوالنا، ونحن نعيش كأن كل أمورنا طبيعية وأحوالنا على ما يرام. نقيس حب الأهل وحب الحياة وحب الناس والوطن بمقاييس ومعايير مختلفة، وتصرفاتنا الفردية تضاعف وتزيد الآلام للعالم حولنا. لقد جافينا طريق الصواب والعقلانية واخترنا طريق اللامنطقية والإعوجاج، وتنكرنا لمقوماتنا والفهم السليم. هذا التفكير الانحطاطي هو ناتج لافتعال العجب وتزيين المآسي، والنهاية الحتمية هي الضياع والتشرد والهلاك. هذه حقيقة واقعية مرة، والادعاء إننا بخير وفي أحسن الأحوال والحال والعيش الرغيد ما هو إلا الهراء وخداع الذات. ولكن لو تعمقنا في المسألة وبحث كل منا عن ذاته وفي قرارات نفسه، كيف ستجيبنا أنفسنا عن ظروفنا وأوضاعنا، وخاصة أولئك الأشخاص الذين تجردوا عن وجدانهم وشعورهم، المطبلين لعظمة سيدهم السياس، المنشغلين في تحسين صورته، وبالرغم المعاناة والمآسي والآلام الذي لحق بشعبنا لا يزالون يتفاخرون بولائهم للنظام الغاصب، لا لأنهم وطنيون أكثر من غيرهم، بل العمل الذي أصابهم من أجل ارتباطاتهم الذاتية ما تحت الوطنية والنظرة الضيقة المصلحية الفردية، وإلا لما انشغلوا في قلب الوقائع مثل للموت بالأفراح، للآلام والشقاء بالراحة، للتسخير والعبودية بالحرية، للأكاذيب بالحقائق، للغدر بالبطولات، للخضاع بالوطنية، للضياع والشتات بالثبات، للخسائر بالأرباح إلى آخر. ولكنها الغرور بالذات والكبر مع أن شخصيتهم منهارة ومتلاشية تماما. هل فكروا هؤلاء الأتباع لماذا أصبحت الموازين مقلوبة في أذهانهم؟ إن السبب هي الأوضاع في أريتريا. هل لا يزالون يتذكرون الليالي والأيام التي قضوها بدون نوم أو راحة بال وضمير؟ هل نسيوا ظروفهم عند السير في درب اللجوء؟ متى سأصل إلى مبتغاي وهدفي؟ أم سأكون طعما وفريسة للذئاب والعقارب والثعابين؟
أم أكون صيدا وهدفا لرصاصة هجدف؟ ولو تم القبض علي مدى مدة مسجونيتي، هل لا يزالون يتنكرون لتلك الأوقات الصعبة في حياتهم؟ وهل لا يزالون يدركون أن سبب مآسيهم كان هجدف؟ منذ أن سيطرت عصابات هجدف أريتريا عام 1991 كسرت وألغت جميع الوعود بالازدهار والنمو، وأحلت محله الشقاء والتشتت في أرجاء العالم. فهل عميت أعين المطبلين عن تلكم الوقائع والأحداث؟ ألا يحرك مشاعرهم وقوع والديهم وإخوانهم وأقاربهم وجيرانهم وزملائهم في الدراسة وفي التجنيد تحت قبضة الشعبية أو تجار البشر وعصابات الخطف، وهم يشتكون بالرسائل والأصوات وهم يموتون أو يقتلون، أو تنتزع كليتيهم من جسدهم، أو تحرق أرجلهم بالنار، أو طلب النجدة لإعالة اليتامى والصغار دون عائل؟ ألا تحرك كل هذه الأصوات والمآسي والاستنجاد مشاعرهم وضمائرهم المتبلدة؟ لذا أوجه هذه النصيحة إلى كل من شغفت قلبه بحب أسياس الدكتاتوري وبأتباعه الهجدفيين: لا تعيشوا في الماضي، تخلوا عن الإجلال والولاء للنظام المتغطرس. كلما رفعتم من شأن أسياس كلما زاد البطش والتنكيل على شعبنا. لا تظنون إن أعوان أسياس وجلاوزته يحترمونكم لشخصكم، بل هم في أي لحظة سيرمونكم تحت أقدامهم ويدهسونكم بأحذيتهم. فبدلا من الدفاع عنهم والاستماتة من أجلهم، عليكم الاصطفاف إلى جانب شعبكم البائس، وتعاونوا معنا في النضال ضد الزمرة الطاغية. وإذا كنتم تظنون أنكم ستصلون إلى مراكزهم، تأكدوا سيكون مصيركم كمصير من سبقوكم: التنكيل والموت والقتل. لا تترجوا، إنهم سيأتون إليكم وإلى شعبكم معترفون بأخطائهم، طالبين العفو منكم ومن شعبهم. هيهات هيهات، لن يحدث ذلك، ولكن أنتم فرصتكم الآن للمصالحة مع شعبكم وإصلاح أموركم. تخلصوا من عشق وولاء الهجدف واعشقوا شعبكم. تخلوا عن تجميل صورة أسياس ونظامه. تعالوا إلى صف شعبكم وناضلوا في سبيله. العظمة تكمن في جانب الحق، لا في جانب التزيين للباطل. لنناضل معا لإعادة الأمجاد. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا، ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا. لا نريد بل نعيد مجدنا التالي، مجدنا التالي. موطني هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الأعزاء داخل إريتريا وخارجها. نحييكم أطيب تحية في برنامجكم حوار الوفاق، والذي يأتيكم عبر إذاعة الوفاق الإريترية، والذي نجري فيه حوارا مع الدكتور حسن سلمان، المعارض السياسي الإريتري، والذي يحدثنا عن السلام في إريتريا، السلام الذي جرى ويجري بين أثيوبيا وإريتريا. فمرحبا بك دكتور حسن سلمان، ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى. أهلا دكتور، نحييك ونحيي شعبنا داخل إريتريا وخارجها. تفضل بتحية شعبنا في الداخل والخارج، وحدثنا بداية عن السلام وأهمية السلام من الناحية الدينية، ومكانة وأهمية السلام في الجانب السياسي في بناء الدولة سياسيا، وأهمية السلام أيضا بالنسبة للمجتمع عموما، من حيث أنه يساهم في استقرار المجتمع ويساهم كذلك في الاستقرار السياسي. حدثنا بداية بعد التحية للجماهير، حدثنا عن أهمية السلام عموما من كل الجوانب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام،
في كل مكان داخل الوطن الإريتري وخارجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع السلام الأخير الذي حقيقة شغل الناس، شغل المنطقة، هو من الأهمية بمكان. ولا شك أن الشعوب عموما تتطلع إلى الاستقرار وتتطلع إلى السلام. إذا أردنا أن نتحدث عن مسألة أهمية السلام فإننا سنجد أن المداخل إليه عديدة، وهو أكثر من مدخل. هنالك المدخل الذي يمكن أن نسميه القيمي الديني، يحتل السلام القيم الدينية والقيم الإنسانية مرتبة متقدمة. فالسلام يعد من القيم الكبيرة والأساسية والتي دعت إليها الرسالات وتسعى إليها جاهدة أن يتحقق السلام بين البشر وأن يتحقق الأمن والاستقرار، ويمتن الله تبارك وتعالى على عباده بالأمن من الخوف والإطعام من الجوع، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا مما امتن الله تبارك وتعالى به على عباده وعلى خلقه. أيضا نلاحظ أن اسم السلام نفسه مشتق من الإسلام نفسه، أو الإسلام والسلام يتداخلان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، والسلم هو الإسلام. ولذلك نلاحظ أن السلام له يعني مكانة وقيمة كبيرة جدا في رسالة الإسلام، وهي رسالة الخالدة عبر التاريخ. والنبي صلى الله عليه وسلم حض كذلك على نشر السلام، ويقول عليه الصلاة والسلام: والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام هو المدخل إلى الإيمان، وهو المدخل إلى الجنان، وبالتالي ليس أمرا سهلا. وكأنما والله أعلم أنه إذا توفر السلام وتوفرت أجواءه العامة فإن الشعوب تستطيع أن تتحاور في عقائدها، في ثقافاتها، وتستطيع أن توصل الحق من الباطل، وتستطيع أن تتعامل بعيدا عن التشنجات والتوترات. تستطيع الشعوب أن تخوض حوارات مفتوحة فيما بينها، وبالتالي وجود السلام بين المجتمعات يؤدي إلى هذه النتائج الإيمانية، والنتائج بعد ذلك إلى الجنان. ولذلك لاحظنا كذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن توفر أجواء السلام بين مكة والمدينة بعد اتفاقية صلح الحديبية ضاعفت إلى حد كبير أعداد الذين دخلوا في الإسلام. فقط في خلال عامين من دخل خلال عامين يساوي ضعف من دخلوا مثلا خلال السنوات السابقة، وهي أكثر من ما يقارب العقدين من الزمان. فإذا السلام قيمة إنسانية ومهمة جدا. أيضا بعيدا عن الجانب هذا سنلاحظ أن السلام أيضا له أهمية في الجانب السياسي. الاستقرار السياسي مرتبط بالسلام، تحقيق الأمن مرتبط بالسلام، كذلك التواصل الاجتماعي، يعني السلام له أهمية اجتماعية. لأننا في إطار الدولة القطرية الحديثة نلاحظ أن الخارطة لرسم الحدود وتحديد الخارطة الحدودية لكل بلد أو لكل قطر لم تبنى بحسابات دقيقة بحيث والله راعت القوميات وإدخالها ضمن نسق معين. لا، كان قسمت البلدان وانقسمت كثير من المجموعات على أكثر من قطر وعلى أكثر من بلد. ويمكن هذه حالة شاملة في أفريقيا، وكذلك عندنا في القرن الأفريقي تحديدا. وهنالك قبائل متداخلة بين السودان وإريتريا، وهنالك قبائل متداخلة بين جيبوتي وإريتريا، وهنالك قبائل متداخلة بين إثيوبيا وإريتريا. وبالتالي هذه القبائل المتداخلة عدم السلام أو اشتعال الحروب أو التوتر بين البلدان حتما سيؤثر على الجانب الاجتماعي لهذه الشعوب. فنلاحظ أن السلام سيحقق على الأقل هذا النوع من الانفتاح. كذلك السلام إحدى إيجابياته أنه يحقق التنمية. فلا يمكن أن نتحدث عن تنمية وتطور اقتصادي ونمو في الجانب الاقتصادي ما لم يكن هنالك استقرار وسلام. وبالتالي السلام مدخل كذلك إلى التطور وإلى التنمية، ولا يمكن أن يحدث تطور وتنمية إلا في ظل عملية السلام يعني. وهذه على كل يمكن من أهم النقاط التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يتحل. ويمكن لاحظنا يعني هذا الموضوع كيف أن البلدان المستقرة تستطيع أن تتطور، تستطيع أن تنمو، تستطيع أن يعني حتى في جوانبها المختلفة مرتبط على كل بقضية السلام. هذا باختصار يمكن أن نقول حول أهمية السلام، يعني أهميته بين الشعوب. وأعتقد أنه رغبة شعبية بلا شك. أن شعوب المنطقة لو سألتها وأجريت فيها استفتاء هي ليست راغبة في الحروب وليست راغبة في المناوشات والتوتر، بالعكس هذه أمور ربما تخدم الأنظمة أكثر ما تخدم الشعوب. هذا باختصار حول أهمية السلام في المنطقة. إذن دكتور، هذه هي أهمية السلام من الناحية الدينية والناحية السياسية، وأهميته للمجتمعات عموما.
ومؤكد أن الأديان كلها مع السلام، والإنسان عموما لا يستقر إلا في أجواء السلام وفي أجواء يعني الأمن والاستقرار. لكن هنا سؤال: ما هي الأسباب الحقيقية لهذا السلام الذي يجري بين أثيوبيا وأريتريا؟ وهل هو سلام مفروض من الخارج؟ مصالح الدول الكبرى هي التي فرضت هذا السلام، وهل السياسي يريد منه مصالحه الخاصة ومصالح أثيوبيا، أم يريد منه مصالح الشعب الإريتري؟ هل هذا السلام معني أو مقصود به الشعب الإريتري أولا وأخيرا، أم أنه جاء بإرادة خارجية وإملاء خارجي لتحقيق مصالح السياسة الخاصة ومصالح أثيوبيا ودول المنطقة؟ بالنسبة لمسألة الأسباب الحقيقية للسلام، فإننا سنلاحظ بأن السلام الذي يجري في منطقة القرن الأفريقي له أسباب عديدة، جزء منها محلي وجزء منها إقليمي وجزء آخر دولي. ولو بدأنا بشكل معكوس، بدأنا بالعوامل الدولية، سنلاحظ أن السلام الأخير العامل الدولي فيه أساسي ومهم جدا، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية في إطار منافستها ومزاحمتها للوجود الصيني في منطقة القرن الأفريقي، وقلق الولايات المتحدة بشكل عام حول التمدد الصيني والرؤية الصينية بشكل عام في مسألة التنمية والاقتصاد، تأثيرها على الأفارقة، ربما هذا مزعج بشكل كبير للولايات المتحدة، وبالتالي الولايات المتحدة أرادت أن تعزز من نفوذها وتعزز من تواجدها، وبالتالي كان العامل الأساسي دوليا هو أن الولايات المتحدة عن طريق حلفائها تريد أن تثبت أن منطقة القرن الأفريقي تريد أن تكون منطقة خالصة لها وتابعة لنفوذها، وبالتالي هنا لزم ما يلزم من تحريك القوى السياسية والاجتماعية، بحيث يمكن أن يكون هنالك تدوير في القوى الاجتماعية والسياسية، بما يؤدي إلى أن القوى الأقرب للولايات المتحدة ونهجها في المنطقة هي التي يجب أن تتصدر المشهد، والقوى التي ربما ربطت ورتبت العلاقات مع الصين وكانت مائلة على الأقل في الرؤية التنموية إلى الجانب الصيني يجب أن تتراجع هذه القوى. وبالتحديد قوة التيغراي ربما كانت إلى حد كبير خلال السنوات الماضية هي من استطاعت أن تطور العلاقات مع الصين، وارتبطت شبكات المصالح بين التيغراي وبين الصين، وبالتالي هذا عامل أساسي في معادلات السلام الجارية. العوامل الإقليمية ربما هي تأتي مكملة، أن القوى الدولية تتحرك في المنطقة عبر أذرعها وعبر قواها الحليفة، وبالتالي لاحظنا أن القوى الإقليمية أيضا تحركت لتحقق على الأقل هذه الوجهة التي هي كما قلت إرادة دولية، على الأقل تخدم الولايات المتحدة كقوة دولية رئيسية في العالم. وبالتالي لاحظنا التحرك الإماراتي والتحرك السعودي باعتبارها يمكن أن نعتبرها الأدوات الإقليمية في المنطقة التي ترتب من خلالها الولايات المتحدة الوضع. لكن في نفس الوقت هذه القوى الإقليمية أيضا لها مصالحها في المنطقة، وهذه المصالح جزء منها مصالح أمنية وجزء منها مصالح أمنية عسكرية فيما يتعلق بحرب اليمن. تريد على الأقل في الشق الآخر في القرن الأفريقي قوة منسجمة معها ومتوافقة معها. أيضا تريد أن يكون لها أدوار اقتصادية، والمنطقة منطقة واعدة ومقبلة ولها أهميتها الاستراتيجية عموما. وبالتالي لاحظنا أيضا القوى الإقليمية لها مصالح في أن تدخل على الخط، وبالتالي رتبت أيضا مع المجتمع الدولي أو مع الولايات المتحدة الذي أفسح لهم المجال بحيث على الأقل يكون ترتيب متوافق عليه. فالجانب الدولي والجانب الإقليمي مع وجود صراعات داخلية في داخل الحالة الأثيوبية، لاحظنا كيف أن حراك استمر سنوات، حراك الأورومو والأمهرة، احتجاجاتهم، الاعتقالات التي حصلت عليهم. لاحظنا كيف أن التيغراي لم تستطع الضبط والسيطرة الأمنية في داخل إثيوبيا، وبالتالي كان يمكن أن يحصل انفلات، وهذا الانفلات غير محسوب العواقب ربما يؤدي إلى مآلات كارثية في منطقة القرن الأفريقي في دولة محورية مثل إثيوبيا يصل تعداد سكانها إلى 100 مليون. وبالتالي لا الوضع الإقليمي ولا الوضع الدولي سيسمح بتصل إلى حالة الانفجار، إثيوبيا تصل إلى مرحلة الانفجار التي يصعب معها التحكم، ويكون المشهد مشهد معقد جدا في دولة مركزية كما ذكرت. وبالتالي العوامل الصراعات المحلية تم احتوائها كذلك بالسماح لهذه القوى الصاعدة، قوة الأورومو وقوة الأمهرة، أن تتقدم المشهد السياسي، وأن تتراجع قوة التيغراي على الأقل على المستوى السياسي. وبالتالي هي عملية تدوير كذلك في النخب الحاكمة في إطار القوميات،
في إطار النظام السياسي نفسه. يعني لا نستطيع أن نقول بأن هنالك خروج عن المنظومة السياسية. يعني أبي أحمد جزء من المنظومة السياسية، ولا زال الإهودق هو المنظومة السياسية الحاكمة. فعلى الأقل لازلنا نحن في إطار المنظومة السياسية التي ظلت تحكم لأكثر من عقدين أو ثلاثة، ما يقارب 3 عقود من الزمان، هي حاكمة، ولكن يحصل التدوير في إطار النخبة الحاكمة وفي إطار القوميات المتحالفة مع بعضها البعض. وبالتالي تقدمت قومية الأورومو والأمهرة وتراجعت قومية التجراي، لكنها لا زالت شريكة في المشهد. هذه تقريبا الأسباب الحقيقية لعملية السلام الذي يجري في المنطقة. فالعامل الدولي عامل مهم وحاسم، واستطاع هذا العامل أن يلعب دور كبير جدا في الترتيب للأوضاع وفي أن يلزم الأطراف. وأعتقد أن إريتريا يعني لو لم يكن هذا العامل مهم واستطاعت على الأقل أن تحس بأن في إطار هذه التحولات الجديدة يمكن أن تكسب ويمكن أن تصفي خصومها السياسيين، ويمكن أيضا أن تدخل في إطار المنظومة الدولية بوضع معين. وبالتالي لاحظنا أن العامل المركزي في المسألة هو كان يمكن العامل الدولي، وساعدته العوامل الداخلية والعوامل الإقليمية. إذن دكتور حسن سلمان يؤكد لنا بأن هذا السلام جاء لتلبية مصالح المجتمع الدولي، وجاء مفروضا من الخارج ومن أجل تحقيق مصالح أثيوبيا ومصالح السياس أفورقي. شاكر لك دكتور حسن سلمان على هذه الإفادات، كما أشكركم مستمعي الأعزاء على طيب المتابعة. وإلى هنا أكون قد وصلت وإياكم إلى نهاية الجزء الأول من هذا الحوار، فانتظرونا في الجزء الثاني في اللقاء المقبل، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري.